بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة بقى يا بنات نعمل وصفة حلوة قوي او حاجة حلوة قوي من الحاجات برضو الروتونات بتاعت رمضان. نعمل طعمية في البيت مع بعض. طعمية حلوة قوي هنعملها مع بعض. انا عملتها النص كيلو، طلع معايا كمية الاكياس ديت. بس الكيس ده بقى مليان حبتين عشان نريح لاصحاب نصيبه. وهنا الطعمية بسم الله ما شاء الله طالعة جميلة وحلوة معايا، وما شاء الله عليها حلوة قوي ومقرمشة وحلوة. الفلافل زي ما بيقولوا في بعض الأماكن. وعملنا الكمية دي بنص كيلو. مش هنتكلم كتير عن الوصفة بتاعتنا، يلا بينا بقى على الوصفة نشوف الطريقة ونشوف عملنا الطعمية بتاعتنا النهاردة ازاي، وطلع معانا جميلة وحلوة كده. قبل ما نروح بقى على الطريقة متنسوش بقى لايك وشير واشتراك في القناة، بحبكم في الله. يلا بينا على الطريقة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهارده بقى هنعمل معاكم طعمية. الفول ده انا غسلته غسلة حلوة ونقعته. يعني لازم تنقعيه من قبلها. يعني لو هتعمليه ممكن تنقعيه من الصبح وتعمليه بالليل، او ممكن من بالليل وتعمليه الصبح. انا نقعاه من بالليل ومعايا اهو زي الفل غسلاه وصفيته من الميه. معايا هنا بقى في الصينيه دي خضره، ومعايا بصلايه وشويه توم. وهنا معانا هنا الكبه، نعملها بقى في الكبه يا بنات اهيت. كبه معايا اهيت. هبدأ بقى انزل بقى بالخضار ده في قلب الكبة وافرمه وارجع لكم تاني. تمام يا بنات؟ يعني هنزل بقى بالفلاوية. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هنزل مش بالكمية كلها، تمام. وهنزل بشوية خضرة وشوية توم، والبصرة اوزعها على الكمية. انا هنا بقى ضربت الطعميه يا بنات بسم الله ما شاء الله طلع معايا حلوه قوي. ده نص كيلو من الفول، حطيت عليه التوم وبصل وحزمه خضار وعودين كده من الخضره. تمام يا بنات؟ طلع معايا حلوه قوي وعموله هي في الكبه، وممكن تعمليها ما فيش كبه اعمليها في الخلاط تطلع معاكي حلو. هنزل بيها بقى معلقه كزبره حلوه كده، معلقه كمون، تمام، ومعلقه شطه. معانا معلقه شطه كده يعني بسيطه، يعني لو حابه انك انت بتحبها يعني بتحبي الحاجه كده وشويه ملح بالشكل ده كده. هقلبها بقى كلها كده بالتوابل اللي انا حطيتها كده بقى، التوابل بتاعتها وجهزت معاكي زي الفل اهي. بسم الله ما شاء الله عليها طالعه حلوه قوي. حاجه كده نظيفه، وتقليها بقى بزيت نظيف في البيت، وحاجه نظيفه تعمليها في البيت في السحور. طلعي على قد ما هتقلي بقى، وابدا اعينها بقى في اكياس التلاجة. تمام يا بنات؟ بسم الله ما شاء الله جميله قوي وحلوه قوي معانا اهي. انا معايا هنا طاسه على النار اهي يا بنات. انا هقلي واحدتين كده، احنا الصبح يعني للفطار. تمام، بالشكل ده كده ابدا اعملها بالشكل ده كده. ومعايا هنا كزبره، شويه كزبره كده على شويه سمسم. تبداي بقى لان هي الطعميه بتحب كزبره. وابدا بقى اقلي الطعميه بتاعتي بالشكل ده. بسم الله ما شاء الله جميله قوي، ريحتها حلوه قوي قوي يعني ما شاء الله. نبدا بقى اقلي كام واحده كده للفطار معاكم. خدتش منك يعني، سهله وبسيطه وحاجه نظيفه وزيت نظيف بقى قاليه فيه في البيت وتبقي تعمليها سخنه ساعه السحور بالشكل ده. اجهز بقى اكياس التلاجة بتاعتي. بقيت الكميه بقى بتاعتي يا بنات. ابدا بقى اخد كده بالمعلقه
بحط في الاكياس بقى على ايه يعني، على قد ما انت ايه عارفه استخدامك واللي افراد العيله عندك واللي ايه هتستعمليه. تمام يا بنات بالشكل ده كده، بالشكل ده كده. هبدا الف الكيس بتاعي كده عشان ما ياخدش معايا مكان في التلاجة بالشكل ده اهو. هنا بقى يا بنات انا عبيت الاكياس بتاعت الطعميه اهيت على قد ما انا ايه هتستخدمه. وده بقى ايه هسيبه كده وهغطيه بالغطا بتاعه، لان النهارده بقى هيبقى اول يوم سحور. كل سنه وانتم طيبين هستعمله. وهنا الطعميه بتاعتي طالعه جميله وبسم الله ما شاء الله، حلوه ازاي ما شاء الله عليها. يعني حلوة قوي، وتجربيها في البيت، حاجة كده نظيفة وجميلة في البيت. وهي اللي بتحب الكزبرة وانت بتقليها يعني ايه، خلي طبق فيه حبة كزبرة على حبة سمسم، ده طعم وشكل حلو قوي وحاجة نظيفة وزيت نظيف في البيت. إيه بكده بقى يا بنات الفيديو بتاعنا النهارده خلص. يا رب يكون الفيديو عجبكم. تنسوش بقى الاشتراك في القناة ولايك وكومنت حلو منكم كده. وكل عام وانتم بخير، واشوفكم في وصفة جديدة من مطبخ بشاير الخير.